ازيكم عاملين ايه؟ وحلقة جديدة نتكلم شوية في الكورة. انا ما بدعيش ان انا يعني عندي معلومات كروية، لكن انا بدعي ان انا شايف ان الاهلي احسن حاجة في الحياة تقريبا. انت ليه تكره الاهلي بجد؟ وده حاجة بتحصل للعيبة الدوري كلها. هي ليه تكره الاهلي؟ الا طبعا يعني الكل، يعني بتكلم مثلا 1% عادي يعني. لكن اي لعيب تقريبا بيجي له عرض من النادي الاهلي فهو 90% هيقبله. مش عارف الصوت ده عندك ولا لا. بس اي عرض الزمالك، ايه يا عم، اي عرض الزمالك بيبعته للعيبه هو لسه 50 50. ما يقدرش، متخوف. هاخد فلوسي، مش هاخد فلوسي، هاخد بطولات، هلعب، مش هلعب. في الفتره اللي فاتت كولر كان يعني عامل تشكيله مختلفه، كل شويه بينزل اللعيبه. كل اللعيبه تقريبا لعبت مع كولر ما عدا كريستو. وعبد القادر طبعا حبة اختلافات وبتاع، وبعد كده رجع يلعب تاني، فهو بيدي لكل واحد تقريبا حقه. مع مش عارف كريستو الصراحة مالي يعني. مش بس هو خلاص كده يعني بالنسبة لكولر اعتقد ان هو اوت. آه، وجود النادي الاهلي في حياتك هيسعدك ويسهل عليك حاجات كتير جدا. يعني ممكن يزعلك مرة في السنة مثلا، مرتين في السنة. انما الانديه التانية انت بسم الله ما شاء الله انت بتفرح مره او مرتين في السنه. خامس واحد بيشجع غزل المحله، ربنا يكون في عونه بجد، ربنا يكون في عونه بجد. واحد بيشجع الزمالك ده برضه. المشكله ان اللي بيشجع الزمالك بيبقى حاسس ان هو لا لازم ينافس على بطوله. مين قال لك كده يا حبيبي؟ بجد والله مين فهمك ان انت عشان بتشجع الزمالك فانت لازم تنافس على بطوله؟ ايه تاريخ الزمالك في البطولات من اول ما ابتدى لحد النهارده علشان تقول ان هو لازم ينافس على بطوله؟ كام دوري؟ 13 14 دوري. للاهلي احنا بنتكلم في 40 ولا حاجه و40 يعني. فرق كبير. الكاس ماشي، الكاس تبتدي تنافس فيه شويه. افريقيا عامل عليها نوش، واحنا كان معانا خمسه وانتم مش عارف كام. الخمسه اللي انت رحتهم منهم ثلاثه، اتنين بدل الاهلي وواحده بدل المقاولين العرب. يعني انت في ثلاثه. لو الاهلي كان راح وما لعبش، يعني قال لك انا رايح وما لعبتش وخسرت، في اتنين اتشالوا منك. ولو كان المقاولين قال لك لا انا رايح كده كده انت ما انتش طالع، طبعا دي لو كانت حصلت للاهلي كنا سمعنا صياح. يعني انت طالع مكان المقاولين، قلت علشان الزمالك ومش عارف ايه وبتاع المقاولين هو المفروض حقه يطلع، قلت لا انا اطلع ومش عارف ايه. رجع التاريخ عادي جدا. لو المقاولين كان راح انت كان هيبقى معاك اتنين افريقيا. بسيطه يعني. والمقاولين هو كسب الدوري فمعناه ان المقاولين هو اللي كان ممكن يكسب بطوله افريقيا عادي، والاهلي هو اللي كان كسبان الدوري فمعناه ان الاهلي هو اللي كان هيكسب افريقيا عادي برضه. فكان تخيل بقى الاهلي كان كسب الاثنين افريقيا دول، النهارده بنتكلم في ال 16 يا كولر. يعني ولا كنا كام؟ هنبقى 14 15 يا كولر. ف وجود الاهلي في الحياه حاجه عظيمه. اطلع اهلاوي يا ابني، اطلع اهلاوي، او خلي ابنك اهلاوي. يعني يعني والله العظيم عندي دلوقتي اكتشفت عندي كذا واحد صاحبي مخلي ابنه اهلاوي. قال لك لا مش هخليه يخش، مش هخليه يخش الخناقه دي. ف والله العظيم ما اعرفش اعمل الفيديو ده على رأي اسمه ايه. بس احنا عايزين نشوف الريتش بتاع اليوتيوب هيوصلنا لايه. ف كان معكم عبد الرحمن، اشوفكم في حلقة جديدة.